من غير بقى لا عجن ولا فرد ولا توريق، هنعمل مع بعض يا جماعة أجمل فطير بطعم فعلا فطير بالسكر واللبن. طعم بجد بجد خرافي من غير ما هنعجن ولا نفرد ولا حاجة. وكل ده معانا كل ده بلفة جلاش. هنجيب معانا لفة جلاش وهنبدأ ناخد منها ورقة كده زي ما انتم ما شايفين، وهندهنها بالسمنة، وهناخد واحدة تانية وهنبدأ نحطها فوقيها بالظبط كده، وبرضه هنديها دهنة سمنة، وهتبدأي تتني الأطراف بالطريقة اللي انت شايفاها دي. عايزة أقولك هيطلع معاكي مورق جدا جدا وهينفش معاكي في الفرن زي ما هتشوفي دلوقتي. بصي طعمه بجد تحفة جدا ومختلف جدا، عشان التوريقة اللي انت هتشوفيها النهاردة في الجلاش دي هتحسسك فعلا ان انت بتاكلي فطير بالسكر واللبن. بجد مختلف وتحفة جدا، جربيه. بصي ما خدش معانا فعلا، يعني هي امكانياته مش كتيرة، هي لفة الجلاش والسمنة بس اللي معانا هنا، يعني ملهوش تكلفة كبيرة. فجربيه هيعجبك جدا. خلصنا مع بعض هنا بقى يا جماعة لفة الجلاش ورقناها وطبقناها، وهنرصها في الصاج بتاع الفرن زي ما انتم ما شايفين، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200. ولما تاخد لون من تحت كده ايه، هنديها الشواية. ومعانا هنا نص كيلو من اللبن هننزل عليهم بفانيليا وثلاث معالق سكر، هنرفعهم على النار وهم سخنين كده بقى هتنزلي بقى على الجلاش بتاعك عشان يتشرب من اللبن زي ما انت ما شايفة. ولازم اللبن هنا يكون سخن عشان لما ننزل عليه بالسكر السكر يبدأ يسيح معانا، ما تحسيش ان هو ايه مقرمش معاكي. ونكون خلصنا مع بعض. الفيديو يا جماعة تحفة جدا، يا ريت تجربيه. وبلفة جلاش واحدة ما فيهوش تفاصيل كتير ولا لت كتير، زي ما انت ما شايفة بأقل التكاليف. هو يا دوبك لفة الجلاش والسمنة، وجربي بقى أجمل فطير وتحفة.